اهلا بكم في كرويات كرو، معاكم امجد. نعمل لايك سبسكرايب لو سمحتوا. معانا مفاجآت مدوية عن شيكو بنزا. 28 اغسطس يوم حاسم في مصير الكرة المصرية. نهاية اغسطس يزف بشرى سارة لنادي الزمالك، صدمة موجعة للنادي الاهلي. نيوم السعودي يخطف نجم الاهلي الدولي. الزمالك يتمم اتفاق مع نجمي الإسماعيلي والنادي المصري البورسعيدي. ومعنا أخبار تانية. نبدأ مع بعض. نعمل لايك سبسكرايب. معكم أمجد، قناة كروية كروي. نعمل لايك ونبدأ على طول. مفاجآت عن شيكو بنزا. شيكو بنزا ناس بتقول هو استبعاده تأديبي أو انضباطي، واستبعاده لا إصابة. هو اللي حصل ان فيريرا في استبعاد فعلا انضباطي عشان الاعتراض اللي حصل منه، وتم التنبيه عليه بالالتزام بالتعليمات وعدم الاعتراض. واللاعب اعتذر وقال انا كنت عايز العب وكنت عايز اكمل، حاسس نفسي ان انا ممكن اجيب هدف او اعمل حاجه. السبب الثاني بس الاول اللي هو استبعاد انضباطي، تمام، او عقاب. هو بعد كده بعد الحكايه دي راح هو قال انا عندي اجهاد عضلي، فلا طلع في الاعلام ان هو اجهاد عضلي، لكن هو استبعاد تأديبي او انضباطي للاعب شيكو بنزا. المفاجأة الثانية، مدرب السابق بتاعه بيشيد بيه وبيقول في احد ماتشاته كان جاب هدف جميل امام بنفيكا، كان عامل ماتش ممتاز. بيقول لعيب سريع، لعيب مهاري، بيستغل المساحات، عنده سرعة غير طبيعية، بيجري بالكرة بسرعة، غير بيتحكم في الكرة، بيعمل دربلينج بسرعة، حتى هو مع الكرة أسرع من بقية اللعيبة. متميز، مهاري، بيبدع في الملعب، مكسب لأي فريق، عنده انطلاقات سريعة، ولعيب بيلتزم بالتعليمات. فهنشوف هل شيكو بنزا هيفيد الزمالك، هيلتزم بالتعليمات، هيبتدي يهدى على نفسه شوية. وما هو اللي خلاه ظهر شكل مش حلو، كان يوضع نفسه في موقف 1 بين 3 فبتفقد الكرة منه، فالناس شايفة ان هو مش كويس. لا، هو كويس بس لازم يهدى على نفسه، ما يدخلش بين 3. يعني لما يلاقي 2-3 داخلين عليه يوزع الكرة مع زملائه ويتحرك، يدي مساحات، يشيل الضغط عنه، وما يعملش كل حاجة في وقت واحد. هو استعجال، لكن هو اللاعب خامة كويسة، بس عايز انهاء الهجمة والتصرف في الكرة. لكن هو كمهارة وسرعة وانطلاقات لعيب كويس. طلب حريف الزمالك مرفوض حاليا من اللعيبه المتألقة. احنا قلنا في تدريبات متألق، والماتش اللي فات كان متألق. ناصر ماهر طلب من يانيك فيريرا ان هو يلعب يلعب مكان عبد الله السعيد اللي هو صانع العاب. فطبعا يانيك فيريرا قال له ممكن تلعب لو عبد الله السعيد نزل او غايب او نزل في الشوط الاول او غير او كده. عبد الله السعيد ده مكانه، هو متألق فيه ومتميز فيه، وانت تقدر تلعب جناح، ولما بتكون جناح يمين انت مش وحش. هو الناس شافت ناصر ماهر كان بيلعب جناح يمين ما كانش وحش، بس هو بصراحة لما نزل مكانه بدل من عبد الله السعيد، لما لعب مكانه كان متألق، وذلك شفت عمل ايه. فاللاعب طلبه مرفوض الا في حالة غياب عبد الله السعيد. وعلى فكرة ناصر ماهر بيرحب بالتجديد، والزمالك الفترة اللي جاية هيبتدي يجلس معاه يعملوا تعديل العقد ويجدد، واللاعب يعني أبدى سعادة باستمراره في نادي الزمالك. هو لعيب مهاري وعنده إمكانيات ممتازة. ناصر ماهر. جوكر الإسماعيلي مطلوب في الزمالك. اللاعب محمد خطاري. اللاعب ده لاعب وسط متميز، وبيلعب باك يمين، متألق في الإسماعيلي، وعمره تقريبا 23 سنة. الزمالك كان داخل في المفاوضات، ما ينفعش ان الزمالك يضم للاسماعيلي، ما كانش قادر يعمل صفقات. فحاليا الازمه يعني خلاص كده الزمالك يقدر يخلص اللاعب في يناير، وهو متفق مع اللاعب على التفاصيل اللي هي بتاعه تعاقد مع اللاعب. يتبقى الاتفاق مع نادي الاسماعيلي اللاعب محمد خطاري. طيب اللاعب الثاني مين اللي الزمالك خلص معاه كل حاجه واللاعب حتى الراتب بتاعه والبونص وكل التفاصيل التعاقد والإجراءات دي؟ أحمد عيد. أحمد عيد تتفق تختلف عليه، هو يلعب لاعب دولي ولعيب محتاجه مع عمر جابر ومكسب للزمالك، ما هوش وحش، لعيب كويس. لعيب طالما بيلعب بيروح دولي ومنتخب
وكمان هو مش لعيب مثلا في الانديه اللي بالعافيه لازم تودي لعيبتها المنتخب، لا الزمالك ما بيروحش منه منتخب غير اللعيب اللي هو يكون مكسر الدنيا وبيحرجهم يعني. فاحمد عيد الزمالك ناوي في شهر يناير، مش هيستنى لغايه اخر الموسم، هيعرض مبلغ 4 مليون 5 مليون ويشتري بقيه عقد او 3 مليون احمد عيد في الزمالك. يبقى دول اللاعبين اللي الزمالك يعتبر يخلص معهم اجراءات بس مجرد الانديه. نيجي للاهلي، تحذير شديد اللهجه لخماسي الاهلي. محمد يوسف اجتمع مع خماسي الاهلي الشحات، محمد الشناوي، أشرف بن شرقي، زيزو، ديانج. دول نبدأ بالشحات، قال له ركز في ملعب، يعني في تصريحات كتير ان انت مش عايز تجي تستمر ومعترض على الدكة، ركز في الملعب عشان تأدي أفضل. والأهلي فيه مشاكل في أوضة اللبس وفي صراعات وفي نفسنا وفي ضغوط كتيرة. الشناوي قال له ما تتكلمش على مين يشارك ومين يلعب، وانت ياما لعبت وانت كابتن الفريق، تحل مشاكل اوضه اللبس كلها مشاكل وتعديل العقود ومشاكل لا تنتهي، واكثر من لاعب معاه مشكله في العقد بتاعه والتجديد والتعديل، وفي ازمات كتيره تعصف باوضه اللبس. ده دورك ككابتن، سيب موضوع المشاركه ده يقرره ريبيرو. اشرف بن شرقي مطلوب منه التركيز، مطلوب منه يقاتل في الملعب، يؤدي الناحيه الدفاعيه، لان هو كده ممكن المدرب ما يقتنعش بيه وممكن يمشي. ديانج طلبوا منه انه يلعب، وعدوه يلعب، واللاعب قال انا هلعب عشان في اصابات، انا عايز ابقى اساسي لما يرجع مروان عطية، انا مش هلعب ولا امام عاشور وانا عايز احترف. وقالوا له اجل الموضوع ده، واللاعب كان مستاء وقفل موضوع التفاوض وقال انا هكمل الفتره دي وفي يناير همشي وانا بدور على عروض، وهنقول لكم اللي حصل معاه كمان بالنسبه للعروض بالنسبه لديانج. يبقى احنا قلنا كده الشحات، شناوي، بن شرقي، ديانج، زيزو طلبوا منه ان والده ما يتدخلش في اي امور تخصه، ما يقولش تصريحات عن النادي الاهلي، والاهلي هيجيب له حقه في المشاكل بتاعته، ويركز في الملعب وما فيش تصريحات منه او موالده ضد جمهور الزمالك عشان حتى لا يفقد تركيزه. تمام، ده كله قاله محمد يوسف. قال عايزين تكاتف، الاهلي بيمر بمرحله عصيبه في اوضه اللبس، في مشاحنات، في ضغوط، في نفسنا بين اللعيبه، وفي توتر، فده مأثر على اداء الفريق وعلى تركيزه. اسباب خلي الجمهور الزمالك يطمئن ان حسام عبد المجيد مستمر. حسام عبد المجيد لاعب مش بيصير مشاكل، عشان نقول الصراحة لعيب من زمان بياخد مبلغ صغير، ما عملش اي مشاكل ولا بيعترض حتى على الحكام ولا بيعمل مشاكل مع المدرب حتى لما بيبقى احتياطي او بيغير، ولعيب ملتزم وبيلعب في المنتخب وبياخد تقريبا 2 مليون، يعني كلام فاضي. يعني المفروض هو كان من فترة كان خد 11 و12 مليون. فاللاعب اصلا يعني هو لاعب زملكاوي وبيرتاح في الزمالك وبيحب جماهير الزمالك جدا وبيحب نادي الزمالك ومرتبط بالزمالك، واخوه نفس القصة زملكاوي شديد وتواصل معاه جون ادوارد، واخوه اكد له انه هو وعيلته زملكاويه، وحسام زملكاوي جدا وبيحب الفريق بشكل غير عادي ومرتبط بالنادي. هو بس كان زعلان عشان عدم تعديل عقده والمبلغ بتاعه، لكن هو بيرحب بالاستمرار. في اقرب جلسه وعدوا ان هو مش هيصير مشاكل او مش هيكون يعني الجلسه صعبه، هيبقى فيه تفاهم ومرونه. ده بالنسبه لحسام عبد المجيد. فحسام عبد المجيد موجود وباقي في نادي الزمالك. تمام. محمد السيد مشكلته هو مصمم يمشي ومفيش عروض، والزمالك قال له احنا مش هنطلع من القضيه دي خسرانين، هتجيب عقد مبلغ كبير واحنا نسبة اعادة بيع 20-25% او التجميد. قال له يعني موضوع اللي حصل او خطأ اللي حصل من الادارة في ملف زيزو لن يتكرر، وانت مش هسلمك لفريق تاني وانت جاهز ومعد، او يسيبك من غير تجديد وتمشي فري، لا، يا تبقى في الزمالك تجيب عرض بمبلغ كبير والزمالك يستفيد بيه، يوصل العرض ده ل1 مليون دولار بنسبة اعادة بيع، يا اما التجميد ونزولك لقطاع الناشئين، وده بيكون اكبر عقاب. وقال له انت كده كده الزمالك في لعيبه كتير، او انت لعيب كويس لكن في لعيبه كتير وخط الوسط مليان حاليا غير الاول،
وما هو يعني ما هوش النجم الاوحد، هو لسه لاعب ناشئ ولاعب كويس، خامة كويسة، بس هو ما هوش مثلا النجم الاوحد اللي مؤثر في الفريق يعني. تمام، ده بالنسبة لمحمد السيد. صدمة غياب نجم الاهلي ياسر ابراهيم، عندي اصابة في عضلة الفخذ ويغيب لمدة شهر او 5 اسابيع. صدمة كبيرة طبعا للنادي الاهلي. ياسر ابراهيم يمكن حاليا افضل المدافعين اللي في النادي الاهلي عشان فيه مشاكل دفاعية كتير، ويمكن ده افضل واحد او هو الاساسي اللي هو بيبدلوا عليه بقية اللعيبة، فهتكون صدمة مؤثرة. بس الاهلي محظوظ كالعادة، مش هيفوت ياسر ابراهيم غير 3 ماتشات فيهم، بس فيهم ماتش بيراميدز، لكن مش هيفوتوا غير 3 ماتشات. صدمة للأهلي في قصة ديانج. اللي حصل إنه وصل عرض رسمي لديانج من نادي نيوم السعودي 3.5 مليون دولار، برغم إن ديانج قرب يمشي فاضله كام شهر. وإيه بقى الراتب بتاع ديانج؟ هيخلي ديانج ماشي. الراتب بتاعه تخيل 3 سنين، أول سنة 3.5 مليون دولار، تاني سنة 4 مليون دولار، تالت سنة 4.5 مليون دولار. احسبهم هتلاقيهم 12 مليون دولار هياخدهم ديانج في 3 سنين، 12 مليون دولار. فديانج كده هو وكيله بيرتب أمورهم، وفي جلسة قريبا هتكون بعد انتهاء في فترة التوقف الدولي مع محمد يوسف وإدارة الكورة لحسم انتقال أليو ديانج إلى نادي النيوم السعودي. والاهلي طبعا منتظر الجلسه دي، والاهلي طالب، انا سمعت يعني يقال الاهلي عايز ياخد 5 أو 6 مليون، لكن 3.5 مليون طبعا مبلغ كويس في فتره قصيره بالنسبه لديانج. وديانج كده ماشي عرض رسمي، اتاكدت الناس كلها ان ده عرض رسمي للنادي الاهلي من نادي النيوم السعودي. حكم مباراه الاهلي ونادي فاركو سوف يتعرض لحرب شرسه وحمله شرسه وسكريبت مكتوب على كل الإعلاميين الداعمين للأهلي، سواء في قناة الأهلي أو القنوات المفروض تكون عامة. هتلاقوا حرب شرسة عليه وإشاعات وتشنيع. المهم هو الحكم ما عملش جريمة، هو الراجل بينفذ القانون، وضرد محمد هاني لأنه هو قال له تخرج من هنا، بينفذ القانون. اللاعب طنش ومهتمش، حس الحكم إن ما فيش احترام، اداله الإنذار الثاني. وكمان اللاعب أخطأ في حق الحكم، والحكم ذكر ده، والخبر ده مال المواقع أن اللاعب أساء للحكم، والحكم قال هيكون هناك عقوبة كبيرة. لكن أنا بقول لكم بعد ده كله هيبقى إيقاف ماتش واحد. اللاعب ده لو عمل الخطأ ده وبيلعب في الزمالك أو في الإسماعيلي أو في بيراميدز كان خد له 4 ماتشات تاني و5 عشان كمان ما يلعبش الماتش اللي جاي بتاع بيراميدز. لكن مع الأهلي هو ماتش بتاع الكارت ده، وهيحاول الاهلي كمان يشيل الكارت الاحمر، بس خلاص هيبقى ماتش واحد مش فارق. لكن اللاعب ده لو بيلعب في الزمالك كانت واقف 4 ماتشات وغير الغرامات، لكن في الاهلي مش تقرير الحكم هيتضغط عليه ولا هيكتب حاجة وهتقولوا الكلام ده بتاعك صح وهتشوفوا الكلام ده بنفسكم. جون ادوار خلص تسوية كتابية مع جوميز ملوش اي مستحقات كده. اول قضية ميشالاك غدا هيكون الامضاء والتوقيع الالكتروني، هياخد المبلغ من الزمالك 500,000 دولار او 550,000 دولار، ويوقع على مخالصة قانونية ومساواة قانونية ومصالحة قانونية ملوش اي مستحقات. ناداي برغم ان المبلغ كبير ليه علاقات مع اعضاء مجلس الادارة الحاليين وليه علاقات مع لعيبة الزمالك ومش عايز مشاكل، وقال انا عايز المبلغ ومش هدخل محاكم ولا انتظر ولا اشتكي الزمالك، انا كنت مبسوط في الزمالك مفيش اي مشاكل. وكمان في نية انه ينزل المبلغ بتاعه هو $1,000,000، فممكن ينزل 650,000 دولار ويتم التقسيط ويدير جزء كبير وباقي يتم تقسيطه. وكده جوميز خلص، وكده الزمالك كده بيخلص الملفات دي كلها، عشان الناس دي اللي شغالة في الحياة دي محترفة. ليه محترفين؟ هم بتوع صفقات، مدير بتوع تعاقدات، بتوع تسويق، ليهم خبرات ودخلوا في مجالهم، فدايما اللي بيشتغل في مجاله بينجح غير اللي بيشتغل او يحاول يتحايل عشان يأدي شغل مش شغله، لكن ده شغل بتاعهم. اهلي حائر من مطلب زيزو عاشور، قنبلة بقى ايه اللي حصل؟ زيزو
كاتب في عقده انه يكون اعلى واحد. امام عاشور طالب نفس الطلب، عايز عقد اعلى لاعب في الفريق. طبعا الاهلي داخل في حزب بيرما وفي حصار شديد مش عارف يخرج منه، وصعب يخرج منه الا زي ما قلت لكم الا بالاعارات. ده عايز يعني ما فيش حد اكتر منه، يعني لو جاء امام عاشور خد اكتر منه وزيزو يزيد، لو زيزو زاد يجي امام عاشور يزيد، وهكذا حلقة مغلقة حلقة مغلقة. نهاية أغسطس خبر هايل لجمهور الزمالك ونادي الزمالك ومشجعي الزمالك بملايين. مبلغ خرافي يدخل خزينة الزمالك يقارب من مليار جنيه. ايه هو ده؟ اشتراكات أعضاء نادي الزمالك في فرع أكتوبر يبدأ من 30/8 حتى 1/10. الزمالك هتدخل له ميزانية ضخمة، هيبقى ما عندوش أي أزمات مالية وحاليا في استقرار مالي. عشان كده المواقع الإلكترونية واللجان بتحارب الزمالك، برغم إن مش قادرين يجيبوا أخبار زي الأول. كانت تدخل عند الزمالك لو معاك كيس تملأ أخبار، دلوقتي ما حدش عارف يجيب أخبار. في تكتيم، في ناس مختصة بالكورة وماسكين ملف الكورة بسرية شديدة، حتى الصفقات أغلبيتها ما كانش حد يعرفها. شابوه لجون إدوار، شابوه للأستاذ عبد الرحمن مصطفى والمستشار القانوني وطاقم السكاوتنج مع جون إدوار، والناس بتوع السوشيال ميديا اللي جو معاه من فاركو، ناس شغالين شغل احترافي، وطاقم السكاوتنج إذا كان محمد خليفة والناس اللي معاه ناس شغل محترفين. آخر خبر عندنا آخر خبر، مطلوب من جمهور الزمالك عدم هجوم على أي لاعب، عدم الهجوم على أي أندية أخرى، تركيز مع فريقهم حتى لا تكون العواقب وخيمة. الزمالك كده أي مشكلة ممكن إيقاف في إيقاف تلاقي جمهور اتمنع، ممكن تبقى ماتشات مصيرية والفريق اللي قدامك عندي جمهور وانت ما عندكش، تخسر حياة كتيرة. مطلوب من فريق الكرة ما يعترضش على الحكم، ما يدخلش في مناوشات مع الحكم، ما اللعيبه ما تعملش يعني لو في تتعرض لفاول او اصابه او ما يعملش مشاكل، ياخد حقه بالقانون. مفيش اعتراض على الحكم ولا تشويح، والتزام بتعليمات المدرب، والجمهور يركز مع لاعيبته دعم وما يهاجمش الصفقات من اولها ويدي فرصه، لان كده هو ايه، انت بتعمل كده بتهد المعبد على الكل. ادي فرصه للعيبه، واللعيب بيبقى فيه ضغوط، واديله فرصه 6-7 ماتشات، والجمهور دايما داعم للعيبه وبينجحها. جمهور الزمالك دايما بيدعم اللعيبه ويقف معاهم، حتى اللعيب لو بدا بس يدي اماره بيكبر فيه لغايه ما يبقى نجم يثق في نفسه. فمطلوب منهم ما يهاجموش الصفقات ويدوا فرصه للعيبه تثبت نفسها، وفريق الكوره يبعد عن السوشيال ميديا ويبعد عن اعتراض على الحكم، والهدوء والتركيز في الملعب. ودي كانت كل اخبارنا. كان معكم امجد كرويات كروي. لايك سبسكرايب وتعليقات، وبنرد على التعليقات. وبنشكر الاستاذ محمد المصري والاستاذ محمود بكري والاستاذ ممدوح والاستاذ محب خميس والاستاذ مصطفى محسوب والاستاذ احمد بكري والاستاذ محمود عدوي. كل الناس بتواصل معانا، ناس محترمه برد عليهم ونتفاعل معاهم. استاذ احمد عبد المجيد، ونتواصل معاكم دايما كل ما هو جديد. ولايك سبسكرايب كرويات كروي. الى اللقاء.